السلام عليكم. ان شاء الله فطارنا النهارده فطار روعه. هنعمل شويه طواجن حلوه قوي، شكل وريحه وطعم تحفه. وهنعمل كمان ممبار ضاني في الفرن بخطوات سهله، كله في خطوه واحده ان شاء الله، وسوا في الصينيه اللي انتوا شايفينها دي. هنعمل طاجن الفريك باللحمه، وهنعمل طاجن لسان عصفور بالكبد والقوانص. مفيش بقى لا احلى ولا اروع من كده. يلا بينا نسمي الله ونبدأ كده بقى الشغل التقيل. أول حاجة، عندي حلة على النار حطيت فيها معلقة من السمنة. جبت كمية من اللحمة قطعتها مكعبات صغيرة، نص كيلو، أكتر من نص كيلو، أقل دول كان أقل من نص كيلو عندي. أول ما خلاص السمنة تبتدي تسخن هنزل باللحمة بتاعتي. أنا عايزة أديها صدمة عن الناحيتين. نزليها كده وقلبيها كده، كل لحمة كل قطعة على الوشين، علشان كده ايه متنزلش ميتها، ايدك فيها على طول والعين بقى عالية. خلاص كده أول ما لونها يتغير وتبقى بالشكل التحفة ده، هتجيبي بصلتين تقطعيهم مكعبات، جوانح، أي طريقة. خلاص كده هي مش هتبان البصلة. انزلي بالبصل بتاعي تقلبيه تقليبه برضو مع اللحمة والسمنة. حطي بقى فلفل ألوان، فلفل أخضر، ده الفلفل بتاعنا اللي احنا كنا مفرزينه مع بعض. حطيت جزء منه وهديله تقليبة. هنبهر بإيه بقى؟ بفلفل أسود، هنبهر بقرفة، 7 بهارات زي ما تحبي. لو عندك كمان عايزة تحطي كبابة صيني، عايزة تحطي جوز الطيب، زي ما تحبي. خلاص كده أنا بهرت فلفل وقرفة و7 بهارات. هنزل كمان بمعلقة من السكر، دي كده للكرملة، وكمان تدخل اللحمة كده تخليها تستوي بسرعة. قلبي كل الحاجات الحلوة مع بعض دي. هنسخن مية كده في الكتل، مية بتغلي، هننزل على اللحمة بكوباية كده كبيرة من المية السخنة، وهسيب اللحمة تستوي كده على الهادي. اتفقنا. اول ما اللحمه خلاص تدخل في السوا، هحط معلقه تانية من السمنه، وهجيب الفريك بتاعي المغسول، ده ربع كيلو من الفريك. ده كان من عند العطار، انا نقيته كويس جدا، خلي بالك بيبقى فيه حصى ورمل، نقيه كويس جدا. وبعد كده هتغسليه كويس قوي. حابه تنقعيه نص ساعه علشان يستوي بسرعه، اوكي. مش حابه، انا غسلته بس وايه، وحطيته كده يتحمر ويتشوح في السمنه، ده يدينا كده تشويحه حلوه. خلاص، هو هياخد وقت اكتر من اللي هو المنقوع. اول ما يتشوح في السمنه هقلب اللحمه فيه، وهنزل كده بكوبايتين من الميه السخنه، واسيبه يستوي على عين البوتاجاز عادي. اول ما يدخل خلاص في السوا، هحط الملح بتاعي، وهنزل بمعلقتين من الصلصه، يديني لون حلو. هجيب الطاجن بقى الفخار او اي نوع من الطاجن، وهعبي فيه الايه الفريك الجميل ده باللحمه كده. هزين الوش بتاعه بشرايح من الطماطم او من الفلفل. ممكن كمان تجيبي فريك الضحى، هيبقى اسهل بكتير، مش هتضطري تنقيه، هتغسلي على طول وتحطي. دخلت الفرن. يلا بينا نعمل الوصفة التانية. معلقة من السمنة، نزلت كده بوحدتين من الكبد والقوانص، هقلبهم كويس قوي، وانزل عليهم ببصلاية متقطعة يتشوحوا مع بعض. وهحط بقى شوية من الفلفل الأخضر الرومي، وحطيت نص معلقة من الثوم المفروم، ونزلت بفلفل اسود و7 بهارات ومعلقة من السكر. قلبتهم كويس جدا، وبعد كده حطيت الملح بتاعي. اللسان عصفور بقى لو انتي مش متحمر هتحمريه كده على جنب. هتجيبي معلقتين من الزيت وتحمري لسان عصفور بتاعك، وبعد كده تضيفيه متحمر على الكبد والقوانص. ده لسان عصفور اللي احنا حمرناه مع بعض قبل كده. حطيت حوالي كوباية صغيرة كده منه، او على حسب بقى العدد اللي انتي عايزاه. وقلبته وشوحته كده مع الكبد والقوانص والسمنة، علشان انا عندي في جزء ما بيحبش الفريك، فعملت له لسان عصفور. نزلت بمكعب مرق، قلبته كويس جدا، ضفت المية السخنة. خلاص، اول ما يدخل اللسان عصفور في السوا، هجيب الطاجن وهفضي فيه كل كمية اللسان عصفور. وبعد كده هحط على الوش معلقة من الصلصة. معلقة الصلصة دي اختيارية، عايزة تسويه كده من غير صلصة تمام، انا بحب يدوله كده لون حلو. خلصت كده لسان عصفور، هيدخل برضو في فرن، احنا كل ده مسخنين الفرن. بعد كده هجيب معايا الممبار الضاني مغسول كويس جدا بالخل وبالليمون، ومنقوع كده ومشطوف كويس جدا. ممكن انت لو الريحة لسه في ريحة، تدعكيه كده بشوية من الدقيق. خلاص، اهم حاجة يبقى متصفي كويس. هنجيب القمع بتاعنا نقلبه كده على وشه، وابتدي ندخل الممبار بتاعي كده في القمع.
حاولي كده دخلي أكبر كمية من الممبار، بعد كده هجيب بقى ده رز، كان عندي رز محشي باقي هحشي بيه الممبار. طب لو أنا عايزة أعمل بقى رز من أول وجديد هعمله ني في ني، أنا بعمل الممبار ني في ني. رز مغسول هحط عليه بصل متقطع، هحط عليه طماطم متقطعة أو مبشورة، هحط عليه خضرة وشوية كده من البهارات، الملح والفلفل وأي بهارات عندك، وبس كده. وهنحط نص كوباية من الزيت وهنقلبه كويس جدا ونبتدي نحشي بيه. حطيت الرز بتاعي في القمع كده من جوه، وتعالي بقى بعصاية شيش طاووق أو بظهر معلقة ونزلي كمية الرز دي في الممبار. أول ما يتملي اسحبي كده على تحت علشان تسحبي كده وتحشي الممبار. احشي بقى كل الكمية بتاعتك بالطريقة دي. هو هياخد غلبة شوية بس مش مشكلة، هو ليه مكنة بس يعني مش متوفرة عندي. بالطريقة دي كده ممكن تاخديه كده وتحطي ترابيزة كده وتقعدي تعمليه كده بمزاج. هتحشي كل الكمية بتاعتك، هو ده المطلوب. كل اللي انت هتعمليه بقى هتجيبي صينية وهنسوي الممبار بتاعنا ده في الصينية. يعني احنا مش هنسلقه ولا هنحمره، كله في وقت واحد هيتسلق ويتحمر في نفس الوقت. حشيت كل الكمية، جبت الصينية بتاعتي وهبتدي ألف الممبار داير ما يدور حوالين بعضه زي الحلزونة كده أو رول كده، يبقى بالشكل ده. اقفلي اول الدايره كده وبعد كده لفي كده الممبار حوالين بعضه، وبحاولي تبططيه كده. لو في حاجه معقوده او مبرومه على بعضها لا افرديها كده وبططيها علشان ياخد سوا واحد ويستوي بسرعه. الكميه بتاعتي بقى انا كانت كميه الرز هي اللي خلتني بس اعمل الكميه دي، انا لسه كان عندي ممبار تاني بس قلت كفايه بقى خلاص اعمل الحبه دول عشان احنا عاملين ما شاء الله يعني طواجن تانية اهي، فكده حلوه قوي. خلاص كده فردت كل الكمية في الصينية وغليت مية في الكتل، وهضيف نص كوباية، الكوباية الا ربع كده من المية السخنة علشان يستوي لي الممبار ده لاني انا مش هسلقه. ضيفي بقى المية السخنة على الممبار ودخليه كده على طول على الفرن. اول ما يستوي او اول ما يتشرب المية، لو حسيتي لسه ما استواش ضيفي مية سخنة تاني. بعد ما يستوي بقى خلاص هتبتدي تحطي معلقة من الزيت على الوش علشان يتحمر معاكي كده ويبقى يديكي طعم التحمير. حطيت كل الطواجن بتاعتي في الفرن، أول ما غليت غلوتين ولعت الشواية خدت الوش الحلو ده، وهو ده الفطار بتاعنا. اللهم بارك، كان طعمه تحفة جميل جدا، طريقته سهلة مش هتاخد منك وقت، أسهل مع إنه يعني عاملة طواجن وتحسي إن انتي عاملة حاجات كتيرة، بس كان أسهل فطار عليا النهاردة لما عملت الفطار ده. قدمت معاه عصير موز، من الوقت بقى ما صورتوش معاكم، هو سهل أوي، موز ولبن والسكر، وحطيت نقطتين من الفانيليا السايلة بينقلوا العصير نقلة تانية خالص بيخلوه تحفة. وممكن تحطي بدل الفانيليا السايلة نقطتين من الفانيليا البودر، وقدمي بقى العصير بتاعك وقدمي الأكل. هو ده كانت وصفتنا. لو عجبتكم لايك وشير وشكرا ليكم ومع السلامة.